زوار القناة السلام عليكم، تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن تتويج نور الدين أمرابط بلقب الكأس في يوم خسر فيه الأخ الأصغر لهذا اللقب، زائد حقيقة اهتمام نادي بايرن ليفركوزن بالجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي، بالإضافة إلى تألق يوسف نصيري بشكل متواصل، وأنباء عن تأييد كاسح لتنظيم المغرب لنهائيات كأس أفريقيا 2025. لكن قبل البداية في التفاصيل، فضلا وليس أمرا، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو، وذلك لدعمنا على تقديم المزيد، وشكرا. والبداية ستكون مع المخضرم والقيدوم نور الدين أمرابط، الذي عاد إلى المشهد في الأيام الأخيرة بعد تحقيقه للقب الدوري اليوناني. استطاع يوم أمس نيل لقب الكأس ضد فريق بوك سالونيكا الذي يلعب له الدولي السابق عمار القادوري. نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن أمرابط الكبير يقول بأنه لن يعتزل دوليا، وسينتظر دعوة الناخب الوطني وليد الركراكي من أجل العودة للمنتخب المغربي. في الحقيقة هي مجرد إشاعات، ولو كانت صحيحة لانتشرت في المواقع المحلية كانتشار النار في الهشيم. وأمرابط حاليا يبلغ من السن 36 عاما، ولن يكون بمقدوره التواجد مع كتيبة وليد الركراكي نظرا للمواهب العديدة المتواجدة حاليا في مركزه. وأتمنى أن يلعب مباراة تكريمية نظرا لمساره الرائع الذي قدمه مع الأسود. ومن نور الدين أمرابط ننتقل إلى سفيان، الذي لم يكن بمقدوره يوم أمس نيل لقب كأس إيطاليا الذي خسروه ضد النيراتزوري إنتر ميلان. وقدم سفيان أمرابط شوط رائع جدا، خصوصا في الفترة التي تقدموا فيها بهدف ل0، وكان باستطاعتهم زيادة الغلة لولا افتقادهم للتركيز. وفي هذه الفترة تحديدا حرث أمرابط الملعب طولا وعرضا، أحكم السيطرة على وسط الميدان. لكن في عالم كرة القدم هناك قاعدة تقول: من يضيع يقبل، وهذا ما حدث تماما مع الفيولا بعدما كان مسيطرا على أجواء اللقاء. وكل من شاهد 30 دقيقة الأولى من المباراة قال بأن اللقب ذاهب للفريق البنفسجي. لكن فجأة تغير كل شيء، ظهرت مرتدات الانتر مع التمركز السيء لعناصر الفيولا، فانقلبت النتيجة بهدفين لهدف من توقيع الأفعى الأرجنتينية لوتارو مارتينيز. واستطاعوا عناصر الانتر الحفاظ على هذه النتيجة بفضل الفكر التكتيكي لسيموني إنزاغي. ويذكر أن الدول المغربي خرج في الدقيقة 70 من المباراة وسط دهشة منه. طبعا خروج أمرابط كان بغرض زيادة المنسوب الهجومي من طرف المدرب فينتشينزو إيطاليانو، لكن مدرب الانتر سيموني إنزاغي عرف كيف يجاري باقي الدقائق ليحرم المحارب المغربي سفيان أمرابط من أول ألقابه مع الفريق الإيطالي. وكنقطة مهمة، هناك تقارير قوية تقول بأن نادي ليفربول مصر إصرارا على انتداب الدول المغربي. وأكدت تقارير بريطانية أن إدارة النادي مستعدة لتقديم 40 مليون يورو للظفر بخدماته، وبذلك يصعبون المهمة على النادي الكتالوني. بعدما أكدت مصادر مقربة من النادي أن إدارة فريق البارسا غير مستعدة على دفع أكثر من 25 مليون يورو في الدول المغربي. لذلك كتوقع شخصي، إذا انتقل أمرابط إلى البارسا سينتقل بمبلغ أكثر من 30 مليون يورو على الأقل. ومن أمرابط ننتقل إلى جناح برشلونة عبد الصمد الزلزولي. أكد موقع فوت ميركاتو أن الفريق الألماني باير ليفركوزن بقيادة مدربهم الإسباني كزابي ألونسو دخل على الخط من أجل التعاقد مع عبد الصمد. وانطلاقا من التقارير الإعلامية المسربة في الآونة الأخيرة، يمكن القول أن نادي برشلونة قرر الاستفادة ماليا من جناحه المعار إلى نادي أوساسونا، وبالتالي مسألة خروجه من البارسا هي مسألة وقت وفقط. ومنه ستكون هناك منافسة قوية بين الأندية الأوروبية للحصول على عبد الصمد الزلزولي الذي يعتبر استثمار رائع لأي فريق. وعن رأيي الشخصي أتمنى أن ينتقل إلى النادي الألماني، لأن هذا النادي مشابه تماما لنادي دورتموند، بمعنى يحسنون الاستثمار في المواهب. وعبد الصمد الزلزولي هو موهبة كبيرة بشهادة الجميع، وفي هذا السن يحتاج لمن يسقل موهبته، ولن يجد مثل بايرن ليفركوزن بقيادة مدربه الرائع كزابي ألونسو.
وطبعا النادي الألماني سيجد صعوبة كبيرة في انتداب الزلزولي، أولا نظرا للاهتمام الكبير من عدة أندية، ثانيا للمطالب المالية الكبيرة لإدارة البارسا لأنهم يرون فيه مصدر مالي مهم. ومن عبد الصمد الزلزولي ننتقل إلى يوسف نصيري الذي دخل في التشكيل الأساسي لنادي إشبيلية الذي ضمن البقاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى. واستطاع نصيري أن يساهم في هدف فريقه الوحيد كما هي العادات في مباريات النادي الأندلسي في السنة 2023، حيث قدم تمريرة حاسمة لزميله الأرجنتيني إيريك لاميلا. ويذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والهدف الذي سجله فريق الخصم إليتشي كان من خطأ واضح للحارس السربي ماركو ديمتروفيتش. لذا مقارنة هذا الحارس بالعملاق المغربي ياسين بونو غير عادلة تماما، ومشاركة الحارس السربي بشكل أساسي على مستوى الليغا وراجع بالأساس إلى المعرفة الثنائية بين المدرب الإسباني خوسي لويس مينديليبار والحارس السربي ماركو ديمتروفيتش. وسنعود إلى يوسف نصيري. أصبح أمر بقائه صعب جدا نظرا لتألقه باستمرار منذ العودة من المونديال، وحتى الصحافة الإسبانية تمدحه كثيرا في الآونة الأخيرة. وهنا نتحدث عن الصحافة المعروفة مثل ماركا وآس وغيرهم الكثير. وعندما نتحدث عن هذه الصحف فإننا نتحدث عن المتابعة الإعلامية العالمية، وبالتالي لن نستغرب إذا انتقل نصيري بأكبر قيمة ممكنة في تاريخ المحترفين المغاربة. والآن ننتقل إلى أخبار الكان 2025. وكما أكدنا سابقا بأن المغرب هو المرشح الأول لنيل شرف تنظيم كأس أفريقيا 2025، تأكد اليوم من عدة منابر إعلامية مقربة للمكتب التنفيذي للكاف أن المغرب بقيادة رئيس الجامعة السيد فوزي لقجع يتجه إلى اكتساح نتائج التصويت في هذا الصراع. وازدادت تكهنات تنظيم المغرب لهذه المنافسة بعد انسحاب غير مباشر للمنافسة الأولى على نيل الشرف كان 2025. وهنا الحديث عن الجزائر التي قدمت ملف ترشيحها للمنافسة على نسخة 2027، وهذا إقرار منها بأن نسخة 2025 ستذهب للمغرب. وهنا سأفتح قوس صغير بخصوص الكلام المتداول من بعض الإخوة الجزائريين، يقولون بأن نسخة 2025 من الكان اختطفها لقجع، وهذا كلام غير منطقي. إما أن تنظم الجزائر الكان أو أن الكاف فيها مافيا، وهذا تناقض في حد ذاته. ولعدة اعتبارات المغرب يستحق تنظيم هذه الدورة. أولا لمرور سنوات عديدة على تنظيم المغرب لكأس أفريقيا. ثانيا لأن هذه البطولة إن نظمت في المغرب ستجذب كثير من الاهتمام الإعلامي العالمي نظرا لما حققه المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم الأخيرة بقطر. ثالثا بحكم تنظيم المغرب لمسابقة عالمية سابقة، وهنا الحديث عن كأس العالم للأندية. رابعا للمنشآت التي يتوفر عليها المغرب مقارنة بباقي الدول المنافسة. وتبقى النقطة السلبية الوحيدة في منشآت المغرب، وهنا الحديث عن الملاعب، هي تواجد المضمار، فأتمنى أن يعمل المسؤولين على إزالته في المستقبل القريب. وإلى هنا وصلنا إلى الختام. كلمة تحفيزية منكم في خانة التعليقات تشجعون على بذل مزيد من المجهودات، وشكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.